السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم محمد الإسلام. كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتلاحظوا هذا الطاجين ديال البيض وجلبانه ومطيشه كيجي رائع، يعني خطير خطير بزاف البنات الا تبعتوا هاد المقادير وهاد الطريقه اللي درت. المهم هنايا ناخذ طاجين معني متوسط ماشي كبير بزاف، درت فيه واحد البصله وحده مشلضه. من الاحسن انكم تشلضوها يعني قل هكا تكون صغيره على هكا. ودرت زيت الزيتون، زيت البلدية اللي أساسية في هاد الطاجين، كيجيبها الطاجين غزال بزاف. المهم هنايا كما كتلاحظوا نخليهم شوية يتشحروا، تشحر لينا هاد البصيلة وتنزل شي شوية عاد باش غادي نضيف ليها الطماطم. انا درت 3 ديال مطيشات، المهم ماشي كبار بزاف، 3 مطيشات نقيتهم حيت لهم الزريعة و قطعتهم إلى قطع مربعات يعني صغيرة. هنا ضفت الملحة، غادي نحرك مزيان وغادي نسد على الطاجين باش هاد البصيلة هادي تنزل لينا. لا غادي نضيف الطماطم. بالنسبة إلا ما كانش عندكم مطيشة، يمكن لكم أنكم تعوضوها بالمطيشة ديال الحك أولا المطيشة ديال المصبرة. بالنسبة لهذا البنات هو الثوم البودر اللي صايبته معكم في الفيديو ديال يومياتي في البادية. هذا هو الثوم اللي أنا درت له بودر، كنستعملو هكا كيجي ساهل البنات، ساهل بزاف ومجهد يعني خطير. كتشمو يعني اين فوا كنحل القرعه كنشم الريحه. نتوما كما كتلاحظوا هو معايا يعني غنستعملو حتى يسالي ان شاء الله، ما غادي يطرالو حتى حاجه. نتمنى لكم البنات تشوفوا الفيديو تجربوه، نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط الفيديو. هنا غادي نسدو على هاد الطاجين هذا ونخليوه حتى تندمج هاد المطيشه مع البصله. كما كتشوف هنا راه نوريك شويه على مطيشه باش انها تنسجم ليا مع المكونات. وهاد المطيشه اصلا راه غادي تذوب مع هاد البصيله. من بعد ما كما كتلاحظوا داك المطيشه راها ذابت مع داك البصيله، غادي ندير الان العطريه اولا التوابل. درت التحميره اولا الحمراء اولا الشاونيه، هنايا درت 2 معالق يعني صغارين. درت سكينجبير، كركم او الخرقوم وشويش البزار ماشي بزاف. هنا عندي البزار يعني عطريه يلاه طحنتها يعني على يدي بقى جديده، والبزار قاصح يعني مجهد. درت غير شويه باش ما تجيناش حيت بقى غادي نزيد واحد شويه ديال الحار. بالنسبه للجلبان، هنايا جلبانه تقريبا سلقتها مده 10 دقائق وباش يبقى لنا هذا اللون يعني اخضر بحال اللي بقى خضراء يعني زوين بزاف. اون فوا تسلقوها مع شويه المليحه ديريكتومون سقطروها ونديروها في الماء بارد باش يبقى لينا هذا اللون هذا، ما نخليوهاش في الماء سخون. يعني اون فوا نحيدوها من البوطه نصفيوها ونديروها في الماء بارد اولا نديرو لها ملي تكون كتسلق نديرو لها شويه ديال الملح وشويه ديال بيكربونات الصودا، غير نصف ملعقه. هنا البنات غادي ندير واحد شويه ديال الحاره، غير شويه بالنسبه للزوج ديالي، وانا كناكلو الحار وحتى الاطفال ديالي شويه ضروري كيذوقوا الحار هكا مزيان ليهم الحواس. كندير ليهم شويه الحار ماشي بزاف، ولكن هي كتجيب الحار غزاله غزاله بزاف. كما كتلاحظوا هنايا نخليوها طيب نسدو عليها ونقصوا لها البوطه حتى نحسوا بداك الجلبانه انسجمات. هذا البيض البلدي يلا خديتهم من عند الدجاجات بيضو وخديت من عندهم هاد البيضات غادي نديرهم في الطاجين. المهم هنا البنات وكما تشوفوا ملي طاب الطاجين حلينا عليه لقيتو طابيني داك الجلبانه طابت. بالنسبه للجلبانه ماشي باقي حنا ما وجدتش عندنا الجلبانه، ان شاء الله ملي توجد غادي نصورها لكم فيديو. هذه غير مشريه يعني من السوق. هنا المهم وضعت البيض وغادي نوزعو على الطاجين ونسد عليه ونخليه حتى يطيب. بالنسبه للقزبر والمعدنوس ما كانش متوفر عندي البنات، كيجي رائع نوضعوه من الفوق كيجي مذاق رائع وشكل كذلك رائع.
دايما البنات ما تنساونيش بلي جيم بلي بارطاج بلي سابوني سبسكرايب ما تنساونيش البنات. السلام عليكم باي باي.